بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو الفطير الفلاحي في فرن البوتاجاز العادي. اهو شايفين بعد ما استوى مرتفعه خالص لفوق اهيت الاتنين، وكل اللي عملته والله طلع كده مرتفع لفوق كله اهوت اهيت. شايفين مورق ازاي وطري خالص، مورق وطري اهو. شايفين من تحت متحمر زي فوق، شايفين طري ازاي؟ ولا بيتهري ولا حاجه، هو مورق خالص اهوت وزي الفل. جربوا الطريقه بتاعتي ديت وهتعجبكم ان شاء الله. معايا بقى اهوت شويه ميه بملح اهوت، ومعايا 2 كيلو دقيق. جيبي دقيق نضيف عشان ما يقطعش معاكي وانت بتفرديه، وما يسحش العجينه، ما تسحش منك. جيبي نضيف من بتاع الحلويات زي بتاع الكحك والبسكوت اهو، عشان لو جبت دقيق عادي بيسح منك وبيبقى طري خالص، مهما تنشفي فيه وبيبقى طري. تدهنوهم في بعض، تحط الميه بقى على بعض كده وتقعدي تعجني كتير كده فيه كده لحد العجينه ما تنعم معاكي خلاص. يعني انا عجنت دول نص ساعة عجين في ال2 كيلو دول. شايفين العجينة لا هي طرية خالص ولا هي يابسة. وهندهن بقى الصينية اللي انا هنقطع عليها سمنة كده. عايزة تتهني زيت تتهني، انا ما دهنت زيت عشان احنا عندنا ناس ما بيحبوش الزيت او بحرق صدرهم. تقطعي بقى قطع صغيرة كده اهوت اهي، وتخليها مسوية لبعضيها اهيت. والعجينة تعجني فيها نص ساعة لحد ما تبقى معاكي ناعمة وكلها متناسقة زي بعضها بالظبط اهي. قطعي بقى كله كده اهوت. وطيت الفيديو معاكم يعني عشان تعرفي تقطعي ازاي اهوت. خليت الفيديو بطيء يعني اهوت معاكم اهو. قطعي كده قطع صغيره كده. لو انت ما عندكيش مكان يعني قطعي قطع صغيره كده. هنفرد على الرخامه اللي قدامكم ده. الرخامه بتساعد على الفرد وبتمسك معاكي العجينه وتبقى جميله خالص اهو. وحاولي تخليها قد بعضيهم اهو قدامك اهوت. بعد ما تقطع اهوت انا بحاول اعلمك ازاي تقطعي يعني عشان ايه، وتخلي العجينه قد بعضيها اهيت، والدايره بتاعتها مستوى زي بعضيها يعني، عشان وانت بتفردي ما تبقاش حتت مكلكعه معاكي وحتت ايه صغيره معاكي اهو. تغطيها بقى بعد ما قطعت كده بمشمع، يا تدهني وشها برضو ايه سمنه. انا وريتكم الطريقتين اهو اهوت. تدهني وشها برضو سمنه، وزي ما قلت لك عايزه تدهني الزيت ادهني الزيت اللي يريحك. انا معايا السمنه وعملته مره معاكم قبل كده في القناه يعني بقشطه. معايا بقى زبادي عاملاه في البيت اهوت، وهنحط عليهم معلقتين قشطه. ده اللي هنتم بيه وش الفطير. اضربهم في بعض كده القشطه بالزبادي كده، بتدي طعم وريحه وشكل حلو وبحمر الفطير من بره. معايا بقى سمنه مسيحه اهيت، بتدهن للرخامه طبعا، وهي الفطيرايه مدهونه سمنه في الصينيه اللي احنا قطعنا عليها، وتدهني برده سمنه بسيطه خالص اهي. وتخلي السمنه معاكي سايحه على طول. كل ما تبرد منك، احنا في الصيف طبعا بتبقى سايحه على طول، بس على طول دفيها عشان ايدك ما تشيش كتير منها. ولو تقطع معاكي وانت بتفردي كده ما يهمكيش عادي. وهتشوفوا دلوقتي كله مرتفع لفوق ومنفوش كله لفوق، ولا التقطيع ده مأثر فيه باي حاجه خالص. وافردي معاكي كده اهو. شدي الرخامه زي ما قلت لك بتساعد معاكي في الفرد، بتمسك عليكي العجينه اهو. وتجيبي واحده جوا واحده كده، واحده تفردي واحده، تجيبي اللي انت فردتها في الاول تحطها في قلبها كده، وتطبقي زي ما انت شايفه التطبيق كده اهو. وتجيبي بقى اللي فردتها في الاول اهي، تحطيها في قلبيها اهو كده، وتطبقها عليها تاني. ولو اتقطعت معاكي زي ما قلت لك ما يهمكيش عادي عادي خالص. وهتقبي معاكي في الفرن وهتنفش معاكي وتبقى مورقه وجميله خالص اهو. هاتيها واعمليها في فرن البوتاجاز العادي واعملي فيه، هتطلع معاكي جميله. واحده في قلب واحده، لازم واحده في قلب واحده عشان ايه كله بيقفل على بعضيه، ويخليها تنفش معاكي في الفرن وترتفع لفوق اهي. والفرن طبعا الفطير طبعا بيبقى عايز فرن حامي خالص اهو. تبقي محمياه قبل، وانت من قبل ما تسوي الفطير يعني بمسافه يعني من نص ساعه ولا حاجه اهو. تتهني طبعا الرخامه سمنه او زيت زي ما قلت لك اللي تحبيه اهوت. ولو انت عايزه تعملي الفطير بقشطه اعمليه. انا عاملاه مره قبل كده في اول ما فتحت القناه بقشطه، طلع جميل برده وتحفه. والقشطه بتخليه طعمه وريحته جميله خالص، وبتحمر خالص احسن من السمنه كمان. عايزه تعملي بزبده اعملي اللي متوفر عندك اعملي. عايزه نص سمنه نص زبده اعملي، نص سمنه او نص زيت ولا ايه اعملي، والنص سمنه نص زبده اعملي اللي يريحك خالص. المتوفر عندك اعملي بيه اهو.
ما تصعبيش الدنيا عليك يعني. انا بحاول افرد كتير معاكم عشان نعلمكم ازاي، وزي انا زي ما قلت لكم قبل كده فيديوهاتي ناقصه شرح كتير عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ما تمليش منه. وكل طبقه كده تدهني سمنه خفيفه خالص زي ما قلت لك، دفي السمنه عشان ما ايدك ما تشيلش كتير ويبقى سمنته كتيره ما تقدريش تاكليه. نيجي بقى لازم تسيبيه شويه بعد ما طبقتيه كده وعملتيه، لازم تفرديه شويه عشان لما تيجي تفرديه في الصينيه كده يفرد معاكي، تسيبيه يرتفع شويه زي ربع ساعه كده ولا حاجه. واول ما بدات فرد، اول واحده فردتها يعني وطبقتيها هي اللي تبداي بيها كده في الصينيه عشان تفرد معاكي وتتبطط معاكي كده وتتفرد معاكي كده. قلت لك سيبيها زي ربع ساعه كده قبل ما تفردهم في الصواني كده، وتتهني وشها بقى سمنه كده. وانت عدد الوحدات اللي في الفطيره الواحده على حسب الصينيه بتاعتك بقى، وحاولي تبقى عددها كبير عشان تبقى طريه معاكي، عشان لو قللت العدد بناشف. اهو شايفين بتتفرد ازاي عشان تسيب ترتفع بعد ما قطعته وفردته ربع ربع ساعه. ولما تقطعيه برده سيبيه يرتفع برده ربع ساعه، ولما تفرديه كده برده خلصت الفطيره فرد وتاني وكده سيبها برده ربع ساعه ترتفع عشان تفرد معاكي في الصينيه زي ما شفتها بتفرد معايا كده. وتهناها زبادي وقشطه زي ما انتم شايفين كده. دخلت الفرن بقى، شايفين نافش ازاي ومرتفع ازاي في الفرن وقابب ازاي اهو، كله والله طالع معايا كده اهو. وزي ما قلت لك عدد الوحدات في الفطيره الواحده على حسب صينيتك بقى ايه ما تجيب اهو. شايفين الفطيره عامله ازاي، كله مرتفع وقابب خالص اهو. وهاتوا واعملوه جربوه، تونه وش قشطه وزبادي او قشطه بس اللي بتوفر عندك اعملي بيه اهو. شايفين الفطير عامل ازاي في الفرن البوتاجاز العادي خالص، واللي قلنا الفرن يتحمى قبل ما تعمل قبل تحاول ما تيجي تسوي الفطير اهوت. وانا عندي الشوايه والفرن ما بيولعوش مع بعض، فبسوي من تحت وبعدين اطلعه فوق ايه اخليه يتحمر من فوق. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبيبي لحد دلوقتي اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك واكتبوا لي تعليق حلو ازيكم. شايفين الفطير مورق وحلو ازاي اهو، وطري خالص تحفه كده طري، ولا شايفين ولا مهري معايا ولا حاجه ازاي بتقطع بسهوله ازاي، ومورق خالص وطعمه لذيذ، والقشطه والزبادي عاطيله اللون الجميل دهوت والطعم اللذيذ خالص اهو. شايفين توريقه تحته وطري بصي اهو، ولا حاجه تتهري منه ولا حاجه اهو. جربوا واعملوه ان شاء الله هيعجبكم وتحبوه بالطريقه دي اهي. هناكل بقى معاه جبنه قديمه، مربى، خيار، انت عايزه تاكلي معاه بقى عسل اسمر بطحينه، عسل ابيض، اللي متوفر عندك برضو كلي بيه. انا ده اللي كان متوفر عندي اكلته بيه يعني اهو، وطعمه في منتهى الجمال اهو. عايزين برضو تاكلي معاه قشطه قول كلي واللي يعجبكم المتوفر في البيت يعني، ما تصعبيش الدنيا عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.